ورجعنا لكم تاني متابعي افلام الخمسينة الكرام، وبنشكركم على دعمكم المتواصل لينا، وان شاء الله مستمرين معاكم وبيكم. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل على ملخص الفيلم الجامد ده. قبل اي حاجة كده عايزك تركز معايا حبتين في الفيلم ده، وده لان فيه كمية الغاز مش طبيعية، والاحداث كلها مرتبطة ببعضها بشكل عنيف، ولو فوتت دقيقة واحدة بس هتوه مني حرفيا. ومبدئيا كده عايز اشرح لك فكرة الفيلم والاحداث اللي بتدور فيه، وهنركز على كام نقطة كده علشان الدنيا تبقى واضحة ونبقى ماشيين مع بعض مظبوط. اولا فيلمنا بتدور احداثه عن بنت صغيرة عندها 8 سنين تاهت من اهلها في بحيرة ما، واهلها بيفضلوا يدوروا عليها علشان ما يحصلهاش حاجة وحشة، واثناء بحثهم عنها بتحصل حاجة غريبة وخارجة عن المألوف. وخلينا متفقين كده ان احداث الفيلم ده كلها كانت سنة 2022، وبيبدأ فيلمنا بشاب اسمه باريس، واللي بيكون على المركب بتاعه في بحيرة اسمها كادوا، وبنعرف انه بيكون شغال في السد المبني على البحيرة. السد ده اللي بيكون حاجز المية عن البحيرة بحيث يعني البلدة اللي وراه ما تغرقش. وهو حاليا بيستكمل شغله في مد مواسير الصرف الصحي الممتدة ما بين البلدة ومحطة المعالجة اللي ورا السد في مدينة هيوستن، لكن المية بتكون ضحلة فمش بيقدر يكمل شغله بحرية، وبيرجع للبلدة. وبعد ما بيرجع على المينا وبيربط المركب بياخد في سكته باباه، وده علشان يوصله لعزا شخص يتوفى عندهم في البلدة، لكنه مش بيقدر يحضر العزا ده لأن حبيبته بتكون موجودة هناك، وبنعرف ان عنده مشاكل معاها. وللعلم باريس بيكون عايش مع باباه بس لان مامته متوفيه من فتره. وعلى الجانب الاخر في مدينه هيوستن بنشوف بنت اسمها إيلي ومعاها اختها اسمها انا، وهما في السوبر ماركت وبيتسوقوا كده. وعايزك بقى تحفظ اسم البنت الصغيره دي اللي اسمها انا علشان هنحتاج لها كتير قدام. على العموم بعد ما بينتهوا من الشراء بتاعهم بيرجعوا على المركب بتاعهم وبينطلقوا في طريقهم للبلده. وبعد لما وصلوا بنشوف حاجه غريبه جدا على الشط، وهي ان في تمساح مقتول، لكنه مقتول بطريقه غريبه زي ما يكون في حد قطعه بالساطور، لكن محدش بياخد باله من الموضوع ده. وإيلي بتاخد التمساح وبترميه في البحيره تاني علشان الاطفال ما تتاذيش منه. وبنرجع بقى لباريس وهو بيكون عند المستشفى، وساعتها بيقابل الدكتور اللي كان مسؤول عن حاله مامته قبل ما تتوفى. وفي الوقت ده بيكون عايز يعرف ايه سبب موتها في الاساس، وده لان كان في احتمالات كتير بتقول انها ماتت بسبب نوبة قلبية، لكنه بيكون عنده شك في انها ماتت بسبب مرض تاني او حاجة تانية حصلت لها ادت لوفاتها، وان الحاجة دي ليها علاقة بالسد، والنزيف اللي حصل لها ده وقتها ما كانش طبيعي. على العموم الدكتور بيقول له ان اللي حصل ده في الاول وفي الاخر ده قضاء وقدر، وعلشان تكون واخد بالك معايا ان مامته في الاساس ماتت متوفية بسبب حادثة عربية، والعربية دي غرقت في البحيرة. ولو تلاحظ ان باريس كان مهتم جدا بموضوع موت امه ومتأثر بيه لدرجة انه لسه مستمر في تحرياته عن وفاتها بعد مرور كذا سنة على يوم الحادثة دي. عامة بعد لما بيرجع على البيت بيتصادف وقتها بحبيبته سيلي، وبيعتذر لها انه ما جاش العزاء، فبتقول له سيلي عادي انا مش متضايقة، والمهم انت حالتك النفسية عاملة ايه دلوقتي؟ فبيقول لها الدنيا تمام الحمد لله، وكمان اشتغلت يعني على السد وهي بدأت تظبط معايا. وفي المقابل بقى بنشوف إيلي قاعدة مع مامتها وزوج مامتها دانيال وبقية العيلة وقاعدين عمالين بياكلوا، وبعد شوية ضحك وهزار بتقوم أنا علشان توريهم الحاجة اللي جابتها من على الجزيرة اللي في منتصف البحيرة واللي اسمها جزيرة الماعز. وعايزك تركز معايا في اسم الجزيرة ده كويس جدا لأن حكايتها حكاية. والغريب وقتها إن الحاجة دي طلعت فراشات، لكن الفراشات دي في الوقت الحالي شبه منقرضة، ونادر جدا لما تلاقي واحدة منها. غريبة شوية مش كده؟ على العموم كل حاجة هتوضح قدام، ركز معايا انت بس. وللتوضيح أنا دي بتبقى في الأساس بنت دانيال من مراته القديمة، واللي بنعرف إنه طلقها واختار إنه يجي البلد دي ويتجوز منها ويتجوز سيلي ويعيش معاها، وأن حاليا معتبرهم عيلتها. بعد ما بتنتهي إيلي من الأكل جت لها مامتها سيلي وقالت لها إنها يعني ما كانتش مستمتعة بالاجتماع العائلي النهارده على الغدا، فبتصدمها إيلي بالرد ده وبتقول لها دول مش عيلتي أساسا. وسريعا كده بنفهم إنها مش حابة فكرة إن مامتها تتجوز حد تاني وتتخلى عن باباها، وكمان دعت أهل جوزها على الغدا. فبتكتم إيلي غيظها وبتمشي على أوضتها. وقتها دخلت عليها أنا علشان توريها السلسلة الجديدة بتاعتها اللي خدتها من صندوق مجوهرات سيلي، ومش بيعدي كام دقيقة وبتدخل عليهم سيلي وبتحصل مشاحنات ما بينهم وبين بعض. فبتقرر إيلي إنها تسيب لهم البيت كله وتمشي، وتحس كده إنها كانت بتتلكك ومستنية الفرصة دي بصراحة. وطبعا دانيال راح وراها علشان ما تمشيش في الوقت المتأخر ده، غير إن كمان منسوب المية قليل جدا وممكن المركب بتعطل بيها في نص البحيرة ودي تبقى كارثة، لكنها بتكون مصممة وبتنطلق في طريقها للمدينة. وفي نفس الوقت ده بيودع باريس سيلي علشان الوقت اتأخر وهي لازم تروح على بيتها في المدينة، وبعدين بيعتذر لها عن الفترة الأخيرة واللي كانت علاقته جافة معاها، وفي المقابل هي اللي كانت واقفة جنبه بعد موت والدته علشان تواسيه. والمشكلة الأكبر هنا إن المركب عطل بإيلي، والأسوأ من كده إنها شافت الذئاب بتتجول
الأول في جزيرة الماعز، وده طبعا خطر جدا. لكن يا عيني قدرت تشغل المركب في آخر لحظة ووصلت بأمان، وبعدين راحت على بيت صاحبتها علشان تبات عندها، وحكت لها على موضوع الذئاب والفراشات المنقرضة ده، وبتبقى شايفة إن دي حاجة مش طبيعية وغريبة في نفس الوقت، وده لأنها أول مرة تشوف الذئاب في البحيرة من وقت طويل جدا، ولكن ما بيكونش فيه أي تفسير لكده، وبتسيب الأمر بقى للقدر وكل حاجة هتوضح لوحدها. وتاني يوم الصبح صحيت على خبر مش مطمئن، وقالت لها إنها لازم ترجع بسرعة على البيت لأن أنا مفقودة، وحتى المركب بتاعها كمان مفقود. وإيلي ما كدبتش خبر وخدت مركبها ورجعت بيه على البلدة، وهناك الكل كان في حالة ذعر حرفيا، ومعظم الاهالي كانوا بيبحثوا عن انا وبيكونوا خايفين جدا لا يكون صابها مكروه ولا حاجه. واللي بيزود الطينه بله، المركب اللي المفروض دانيال هياخده علشان يمشي بيه في البحيره بيختفي هو كمان، وايلي كانت متاكده انها كانت راكناها على الشط. وفي نفس الوقت ده باريس بينزل البحيرة علشان يستكمل شغله في مد المواسير، لكنه في وقت ما كان على جزيرة الماعز في البحيرة فجأة حس انه شاف حاجة لكنه مش قادر يحددها، ده غير ان اعصابه كلها فكت مرة واحدة وفقد السمع وما قدرش يتكلم. وكل ده حصل لما خط خطوة واحدة بس، ودي حاجة مش طبيعية. لكنه مش بيهتم وبيرجع للمركب تاني علشان يرجع للسد. وقتها بقى وهو كان بيحاول يشغل الموتور بيتعلق في ايده سلسلة لقاها في المية، والغريب ان نفس السلسلة دي هي اللي كانت مع انا امبارح. والموضوع بدأ يزيد في القلق، وبنرجع تاني لإيلي والكل ساعتها كان قلقان جدا، لكن بسرعة بيبلغوا الشرطة علشان تقوم بالبحث وتكمل دورها. وكويس هما من ناحية والشرطة من ناحية. وفي الوقت ده دانيال كان متعصب جدا وبيرمي اللوم كله على إيلي، وده لأنه كان معتقد ان انا مشيت وراها امبارح وهي رايحة للمدينة، وانها اكيد تاهت في الظلام وما قدرتش ترجع. وحاليا بعد ما بيرجع باريس على البيت بيروح بيفتح صندوق كده بنعرف انه متعلقات والدته، واللي بيكون محافظ عليه ومحتفظ بيه، وبيطلع منه جزء من سلسلة مطابق بنفس السلسلة اللي لقاها في البحيرة. وفي نفس الوقت ده اللي بتنزل مع فريق الشرطة وتدور معاهم في كل مكان في البحيرة. وفي المقابل باريس بياخد عربيته وبينطلق ناحية المدينة، وبيرجع لسيلي وده علشان يوريها المكان اللي لقى فيه السلسلة، وبالمرة يعرفها اللي حصل له في الجزيرة. والمشكلة انه لما رجع للمكان ده بيلاقي المية غطت اثار اقدامه، ومنسوب المية زاد. وركز مع حتة منسوب المية زاد ده لان احنا هنحتاجها قدام. وبيرجع بسيلي على البيت وهو في العربية بيحكي لها على اللي حصل بالظبط، وبيقول لها ان ده نفس اللي حصل لمامته، وبيكون معتقد ان اللي حصل له ده اكيد هو اللي سبب لها النزيف وقتها، وده لانه حس بضغط جامد جدا على دماغه اثناء ما كان في الجزيرة، ده غير رعشة الايد المفاجئة. وعلى اخر الليل بقى بيقدر فريق الشرطة وفريق الانقاذ انهم يلاقوا المركب بتاع انا، لكن المشكلة ان المركب موجود بس انا مش عليه، وده معناه انها ممكن تكون غرقت في المية، بس ازاي والمية في الاساس ضحلة وصعب الغرق فيها. وبيفضل الاحتمال الاكبر وهو انه يكون الذئاب هي اللي هجمت عليها، لكن إيلي بتقلل التوتر اللي موجود في المكان وبتقول لهم ان سترة النجاة بتاعتها مش موجودة، وده معناه انها نزلت من المركب وفي مكان ما في البحيرة، وركبت مع مامتها العربية علشان تدور عليها برضو عند صاحبها في المدينة. وحرفيا اي مكان بيتوقعوا انها ممكن تروح له كانوا بيروحوا له علشان يدوروا عليها فيه. وفي العربية بتعاتب سيلي إيلي، وده لانها لو ما كانتش مشيت ما كانش كل ده حصل، وانا ما كانتش مشيت وراها. وإيلي بتتعصب جدا لانها ملهاش ذنب في اللي حصل ده، وبتقوم نازلة من العربية وبتكمل بقى الطريق ماشي. وتاني يوم الصبح بيحضر مأمور البلدة وبيستكمل بحثه في المناطق المجاورة، وبعدين بيعمل احداثيات عن المناطق اللي حوالين البحيرة والجزر القريبة، وكمان بيكلم إدارة السد علشان يرفعوا منسوب المياه في البحيرة، وبالتالي يقدروا يتحركوا بالقوارب بتاعتهم في المناطق اليابسة. لكن بسبب الشرخ اللي في السد الموضوع ده هيتأخر حبتين. وحاليا باريس بيربط كل الأحداث اللي حصلت له باللي حصل له على الجزيرة، وبدأ إنه يربط الخيوط ببعضها، وقال إن أمه حصل لها نوبة الصرع دي 3 مرات في سنة 1993، وفي نفس الوقت ده المية كانت منسوبها قليل جدا. والغريب إن نوبات الصرع دي كانت بتجيلها في كل سنة لما منسوب المية كان بيقل، والموضوع استمر لحد سنة 1997، وربط كل الكلام ده باللي حصل له على الجزيرة. ولو تفتكر ان منسوب المايه ساعتها كان قليل برضه، وسيلي بتقول له مش يمكن موضوع النوبات ده بالوراثه عندكم؟ طبعا مش بيسمع لها وبيبقى متاكد من اللي حس بيه على الجزيره. وفي نفس الوقت نزلت إيلي بنفسها في البحيره علشان تدور على انا بنفسها، وهي في الطريق وقفت بالمركب لما شافت عدد كبير جدا من الفراشات اللي لقيتها أنا، والغريب ان عددهم كان كبير جدا مع انها منقرضة من الاساس. واثناء ما كان باريس في طريقه للمكان اللي حدده على الخريطة بتاعته بيوقفوا باباه وبيسأله انت رايح فين. وقتها باريس رجعت له الرعشة من تاني، لكن بسرعة بينهي كلامه مع ابوه وبيكمل في طريقه لما بيلاحظ انه جنب جزيرة الماعز. وفي وقت ما إيلي عطل بيها المركب والظلام حل عليها في البحيرة، استخبت بسرعة لما شافت فريق الشرطة جاي عليها، وكانوا لسه بيدوروا على أنا، وهي كانت عايزة تفهم إيه قصة الفراشات دي، ولو ظهرت قدام الشرطة هيرجعوها للبيت.
وبتفضل على الوضع ده لحد لما النهار بيطلع عليها، وبسرعة راحت ركبت مركب كان معدي قدامها ورجعت على البيت. وللعلم منسوب المية كان مرتفع بالليل، ولو تاخد بالك انها كانت كمان على جزيرة الماعز، لكن الجزيرة ما كانتش واضحة بسبب انها كانت مغمورة بالمية. المهم بعد لما بترجع إيلي على البيت بتقف دقيقة صمت كده لما لقت نفس مشهد فقدان أنا بيتعاد من تاني قدامها، وزي ما يكون رجعت بالزمن 3 أيام لورا من يوم اختفاء أختها أنا. والمرعب وقتها لما شافت نفسها راكبة المركب بتاعها وركنته زي ما عملت بالظبط من 3 أيام، وحرفيا نفس الموقف ده حصل قبل كده بالحرف الواحد. وساعتها ما بتكونش فاهمة أي حاجة وبسرعة بتهرب وبتاخد المركب وبتمشي جوه البحيرة. والغريب في الأمر إن نفس الرعشة اللي حصلت مع بارس حصلت معاها هي كمان. وفي المقابل قرر بارس إنه ينزل للبحيرة علشان يفهم إيه اللي بيحصل معاه وإيه علاقة الرعشة بقربه من الجزيرة. وفجأة حصلت حاجة غريبة جدا، وهي إن الوقت عند إيلي كان مختلف جدا عن الوقت اللي عند بارس، وهي كانت في النهار وهو كان بالليل مع إنهم من نفس المكان. والأغرب إن الاتنين كانوا في نفس المكان على جزيرة الماعز، إلا إنهم ما كانوش شايفين بعض نهائي، ده غير إن أصواتهم كانت مسموعة لكن مفيش حد ظاهر للتاني. والصدمة هنا لما إيلي فجأة اخترقت حاجز كده غير مرئي واللي كان موجود قدامها بالصدفة، وبالتالي نزف الدم من ودانها. لكن الكويس في الأمر إنها قدرت تلاقي أنا في النهاية على المركب. ولو تلاحظ إنها ما خدتش بالها إن شروق الشمس اختلف وزي ما يكون عدى 4 ساعات من النهار. وفي المقابل بارس لقى نفسه خرج من الليل للنهار فجأة، وده غير إنه شاف أنا مغمى عليها وقتها ومصابة، وفي نفس الوقت أنا أصلا مع إيلي وسليمة وتمام التمام. غريبة مش كده؟ واكيد الجزيره دي فيها حاجه غريبه هي اللي عملت اللخبطه دي. عايزك تتقل بس كده كل حاجه هتوضح كمان شويه. وإيلي بتسأل أنا هي كانت مختفية فين اليومين دول، فقالت لها إنها كانت رايحة وراها وهي في طريقها للمدينة. والغريب إنها بتقول إن الموضوع ده عدى عليه شهر، والأغرب إن سنتها طلعت من تاني مع إن إيلي خلعها لها من 3 أيام بس. وساعتها إيلي بتكون مش فاهمة أي حاجة، وده غير اللي هي شافته في البيت. وبسرعة بتشغل المركب وبتنطلق على البيت. وقتها بقى أريس لما شاف أنا مصابة خدها علشان يدور على حد ينقذها. والغريب عنده هو كمان ان السد كان لسه بيتبني، وزي ما يكون كده رجع بالزمن ل20 سنة ورا. الموضوع مريب بكل المقاييس. وبعد ما بترجع إيلي على البيت بتتعصب عليها سيلي جدا، وبياخدها دانيال وبيخرجها بره البيت على ما سيلي تهدى. وساعتها إيلي بتقول له ان أنا هتمشي وراها تاني وهتوه في البحيرة تاني. طبعا ما هي عاشت نفس الكلام ده ونفس الموقف بالحرف الواحد، لكن دانيال مش بيسمع لها المرة دي وبيسيبها وبيمشي. على الجانب الآخر بارس بيفضل يدور على حد يساعده في المكان اللي مش مفهوم ده، واخيرا بيلاقي مجموعة عمال وبيديلهم أنا علشان ينقلوها للمستشفى. ونقف دقيقة هنا في الوقت الحالي ده بعد ما بيلاحظ بارس ان في حاجة مش مفهومة حصلت في الوقت، وده لما سأل العمال عن السنة والتاريخ اتصدم لما لقى نفسه في سنة 1952، والمكان اللي هو واقف فيه ده المفروض ان هو جزيرة الماعز. ساعتها بيبقى بارس مش فاهم اي حاجة، ده غير انه بدأ ينزف وده نفس النزيف اللي حصل لإيلي. وبسرعة كده بيطلع الخريطة اللي معاه بتاعة بناء السد في العصر اللي كان فيه، وإنه المفروض كان في سنة 2022. وهنا بالفعل بيشوف إن تاريخ بناء السد كان 1952، وفي الوقت ده بيشوف ذئاب حواليه. ولو نلاحظ إن دي نفس الذئاب اللي شافتها إيلي على جزيرة الماعز. وفي المقابل بعد ما رجعت إيلي لنفس المكان اللي لقت فيه أنا واتحركت خطوتين لقدام، هوب بتلاقي نفسها في النهار وفي زمن تاني خالص. فاتحركت شوية كده وفجأة لقت نفسها في زمن تاني غير الزمن اللي هي فيه، وشروق الشمس اتغير. وبنلاحظ بقى انها كل ما بتتحرك على الجزيرة بتخترق حاجز كده غير مرئي بينقلها لأزمنة مختلفة. ولاحظ كمان ان منسوب المية قليل، وبسرعة كده بنعرف ان لما بيكون منسوب المية مرتفع البوابة بتتقفل، ولما بيرجع المنسوب يقل بترجع تتفتح البوابة من تاني والأزمنة بتشتغل. وبارس بيشوف كمان ان الفراشات موجودة بكميات كبيرة وكمان عايشة. وعلشان ما تنساش هو حاليا في سنة 1952، والفراشات طارت وظهرت في الزمن بتاع إيلي اللي هو سنة 2005. أيوة زي ما سمعت كده إيلي انتقلت لعام 2005. وإيلي عملت حركة ذكية جدا وربطت حبل في الشجرة، وده علشان تحدد اللي بيحصل بالظبط على الجزيرة دي. وفي نفس الوقت ده الحبل كان ظاهر عند بارس في العالم بتاعه، وده معناه انهم جنب بعض لكن في أزمنة مختلفة، وبتكون البوابة هي الفاصل. وقتها إيلي وبارس كانوا عمالين يتحركوا من مكانهم وبيتحركوا ما بين الأزمنة وهما مش شايفين بعض برضه. وفي النهاية قدرت إيلي إنها تحدد الجزء اللي في الجزيرة اللي بينقل الأزمنة. وفي المقابل بيخرج بارس من العالم اللي كان فيه وبينتقل لعام 2022، وركب وقتها المركب اللي هي المفروض إنه المركب بتاع إيلي وانطلق بيه في الزمن الحالي.
اما إيلي فبتشوف السترة بتاعت أنا مرمية في المية، وكمان بتشوف القارب بتاعها مقلوب، وبسرعة بتركب القارب وبتاخد السترة وبتنطلق، وبيتضح لنا ان أنا انتقلت ما بين كل الأزمنة عن طريق البوابة، وفي النهاية رسيت في عام 1952. وبنرجع لباريس وهو بيهرب من الشرطة بعد لما شافوا ان سارق مركب مش بتاعته، والشرطة عندها علم بمواصفات مركب أنا، وطبعا بيكون عندهم شك ان هو اللي خطفها، وفي النهاية بيقدروا يمسكوه وبينقلوه بسرعة على المستشفى، وده بسبب انه كان بينزف. ولما بيسأل عن التاريخ بيقولوا له انه في عام 2022، وده هو الزمن الصحيح، لكنه وقع في ورطة وقضية خطف، وده في العالم الحالي. اما إلي بقى فلقت نفسها بعد لما وصلت المدينة اكتشفت انها في عام 2005، وده طبعا مش العالم بتاعها، وبسرعة راحت للسوبر ماركت اللي متعودة تروح له وسألت الموجودين اذا كانوا شافوا أنا ولا لا، فمحدش اتعرف عليها. ولما خرجت للشارع اتفاجئت بسلسلة أنا متعلقة في عربية شخص ما، وبسرعة كده دخلت العربية وخدت السلسلة، وساعتها بتجيلها سيلي وبتقول لها ان السلسلة دي تخصني انا، وبتتهمها بالسرقة، لكن إيلي فضلت تسألها جابت السلسلة دي منين، لانها تخص انا اختها. والصدمة هنا لما قالت لها سيلي ان السلسلة دي في الاساس بتاعت باريس، وامه اللي اسمها انا هي اللي ادتها لها. الغريب ان باريس متغيب بقاله سنتين في العالم ده، والاغرب من كده لما البنت الصغيرة بيبقى اسمها إيلي ساعتها بتتصدم وهربت بسرعة وهي مش فاهمة أي حاجة، وإزاي التشابه الغريب ده في الأسماء، الموضوع فيه حاجة مش مفهومة. وبسرعة كده بنعرف إن عالم باريس الحقيقي هو سنة 2005، لكن اتضح إن البوابة في الزمن ده نقلته لسنة 2022 وما قدرش يخرج منها. وعلى الناحية التانية قدر باريس إنه يهرب من الضابط، وفضل يجري في المستشفى علشان يلاقي مخرج، واثناء ما هو ماشي في الممرات استغرب لما شاف ابوه في نفس المستشفى اللي هو فيها، فبسرعه راح له وقال له انه شاف امه لما كانت صغيره في السن، وهنا كان بيتكلم على انا في سنه 1952، وعرفه بسرعه كده انه لقى بوابه في البحيره بتقدر تنقله ما بين الازمنه، وبالتالي هيستعملها علشان يقدر ينقذ مامته. وبسرعة بيهرب باريس من عند باباه لما شاف الشرطة جاية، وهو في الطريق اتصادف بعربية جاية عليه، فبسرعة بيأمر صاحبها انه ينزل وركب هو ومشي بيها. وقتها بقى بنشوف ان اللي راكب العربية دي هم في الاساس دانيال وسيلي، والمفروض انها مراته في العالم ده. ولو تفتكر معايا في سنة 2005 لما سيلي وقتها عرفت إيلي ان باريس مفقود من سنتين، ساعتها بقى سيلي كانت معتقدة انه تخلى عنها، وفضلت على الفكرة دي لحد ما شافته بعينيها. وبنرجع لإيلي بقى وهي في محل كمبيوتر، وبسرعة فتحت الكمبيوتر وبحثت عن اسم أنا أم باريس، وبالفعل بتلاقي إن نفس الصورة اللي معاها لأنا هي نفسها صورة أنا في العالم ده. وهنا بنقف دقيقة علشان أوضح لك فيها التداخل اللي حصل في الأحداث، وإيه الترابط بين باريس وعيلة إيلي من الأساس. والفكرة بقى في الفترة اللي خرجت فيها أنا من البيت وتاهت في البحيرة سنة 2022، ورسيت في النهاية في عام 1952، وساعتها كان منسوب المياه قليل، وده معناه ان البوابة كانت مفتوحة، وبالتالي انتقلت ما بين الازمنة وبعضها لحد ما التقاها ابنها باريس في العام الحالي عام 1952 وخدها للمستشفى، وده في وقت انتقاله هو كمان ما بين الازمنة. ومن بعد ما تعافت من اصابتها من جذع الشجر اللي تعثرت فيه استكملت حياتها من بعدها، وكبرت واتجوزت وانشأت اسرة وخلفت بعدها باريس، وباريس اتجوز سيلي وانجب إيلي. لحد هنا تمام. وكل اللي حصل ده كان مقدر انه يحصل، والاحداث كمان خدمت على كده. وحسب نظرية كون الوقت حلقة مفرغة من الحوادث اللي بيتكرر فيها حدث أو سلسلة من الأحداث مرة ورا ومرة كده، وده لأن أنا رجعت بالزمن لعام 2022 في وقت ما كانت طفلة، وبعدها عاشت في الفترة دي لعمر 50 سنة، وفي الفترة دي خلفت باريس، وباريس اتجوز سيلي في الفترة ما بين 2000 ل 2005، ووقتها بيخلف إيليا. وعلشان تبقى فاهم ان باريس في الاساس عالمه الحقيقي في فترة 2005، لكنه ساعة لما كان في البحيرة وقتها انتقل عبر البوابة في وقت انخفاض منسوب المية، وده كان في عام 2003، وانتقل بعدها للعام 2022. وإيلي في الزمن ده كان دانيال جد جدها في الاساس، وده لانه في الاساس والد باريس، وانا هي جدته بالرغم من اختلاف السن. انا عارف ان الموضوع ملعبك شويتين، بس لو مشيت وراه واحده واحده هتفهمه. والفكره هنا بقى في نقطه انتقال انا لعام 1952 ومن بعدها خدها باريس. ابدا الاحداث من هنا هتفهم كل حاجه. وننتقل بقى لتفسير ظهور الفراشات مع انها شبه منقرضه، والذئاب اللي عمرها ما دخلت البحيره، واصابه التمساح اللي في اول الفيلم.
والفكرة بقى هنا ان منسوب المية في البحيرة كان عمال يقل ويعلى، وبالتالي كل الحيوانات والحشرات والناس كانوا بينتقلوا ما بين الازمنة وبعضها وده بحرية. وسبب اصابة التمساح هو ان جزء من جسمه كان في عالم والجزء التاني في عالم تاني، وبالتالي البوابة قفلت عليه. ونرجع تاني بقى لباريس وهو على طريق بتاع السد، وساعتها كان بيهرب باقصى سرعته علشان يقدر ان هو يخرج من البوابة قبل ما منسوب المية يرتفع. لكن في النهاية الشرطة حصرته، فبسرعة نزل من العربية ونط في البحيرة. اما إلي بقى رجعت البوابة بعد لما عرفت وفهمت كل حاجة دارت حواليها. والمشكلة الأكبر بالنسبة لباريس هي إن الشرخ اللي في السد انتهى، فبالتالي منسوب المياه في البحيرة ارتفع جدا. والأسوأ من كده إنه غرق في المياه وما قدرش ينجو. وفي المقابل قدرت إيري إنها تروح للعالم بتاعها في سنة 2022 قبل البوابة ما تقفل عليها بسبب زيادة منسوب المية. ووقتها بنشوف ازاي الحبل انقطع لما البوابة اتقفلت، وده نفس اللي حصل للتمساح. على العموم وفي النهاية قدرت إيلي ترجع للبيت بتاعها، وبسرعة بيعرفها دانيال ان امها سيلي شافت ابوه باريس وهو بينط من على السد ومات. وبعد لما رجعت إيلي على البيت شافت وقتها كل الاخبار منزلة صورة باريس وهو غرقان في البحيرة. وقتها بقى إيلي طلعت الصورة اللي طبعتها في عام 2005 علشان تثبت لمامتها سيلي ان باباها ما تخلاش عنهم. وساعتها سيلي بتكون مش مصدقة وبتحس بالذنب، وده لانها قالت لهم ان هو اتخلى عنهم وانه شاف حياة جديدة. بس كده يا صديقي بينتهي الفيلم بتاعنا. لو عجبك التلخيص لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.